إخوان اليوم الخميس تم إدراجها يا عشاق فوتبال. استعدوا لهذه الحزمة التاريخية التي تضم ثلاثة من أعظم المدافعين ولاعب الوسط الدفاعي في تاريخ كرة القدم. حصول لا تخرق، أساطير تركوا بصمة خالدة. بابلو مالديني الصخرة الإيطالية. عندما نتحدث عن الدفاع المثالي فإن اسم باولو مالديني هو أول ما يخطر على البال. هذا الرجل لم يكن مجرد لاعب، بل كان فن الدفاع في أنقى صورة، بقراءته العبقرية للعب، تدخلاته النظيفة، وهدوئه تحت الضغط. كان بمثابة القائد الذي لا يوزن، سواء لعب كقلب دفاع أو كظهير أيسر. كان دائما الجدار الذي تتحطم عليه هجمات الخصوم. مهارة مميزة، جدار لا يفرق يا إخوان. ومعانا هذا ليليان تورام، إيربي 100، الوحش الفرنسي. إن كنت تبحث عن لاعب يجمع بين القوة البدنية، السرعة والصلابة الدفاعية، فلا تبحث بعيدا يا صديقي. ليليان تورام هو اللاعب الذي يجعل حياة المهاجمين كابوسا. معروف بتدخلاته الحازمة، قدرته على اللعب كظهير أيمن أو كقلب دفاع، وذكائه التكتيكي. كان سلاحا دفاعيا قاتلا لكل الفرق التي لعب لها، وخاصة يوفنتوس وفرنسا. مهارة مميزة، لا مجال للاختراق يا صديقي. ومعانا الوحش الكبير تشابي ألونسو، دي ام اف 99، المايسترو التكتيكي. عندما يتعلق الأمر بالتحكم في وسط الملعب فإن تشابي ألونسو كان العقل المدبر لأي فريق لعب له. تمريراته الطويلة الساحرة، رؤيته العبقرية للملعب، وقدرته على الافتكاك في الكرة جعلته أحد أفضل لاعبي خط الوسط في جيله. لعب مع ليفربول، ريال مدريد، وبايرن ميونخ، وكان دائما قلب الفريق النابض يا إخوان. مهارة مميزة، تأمين وسط الملعب. هذه الحزمة ليست مجرد بطاقات، إنها أساطير صنعت التاريخ. هل أنت مستعد لإضافتهم إلى فريقك؟ يا إلهي، ما رأيك في هذه الحزمة؟ من اللاعب الذي تسعى للحصول عليه أولا؟ خلونا رأيكم في التعليق يا إخواني. بتحياتي لكم، بحبكم كتير كتير كتير. لا تنسوا من الاشتراك، لايك،